السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الغاليين في كل مكان، متابعين صفحة وقناة فانيلا ومستكة معصومة. في فيديو النهاردة هعمل معاكي العيش الكايزر بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت بإذن الله، وأحلى وأنضف مليون مرة من اللي بنشتريه من بره. تابع معايا بقى المقادير والخطوات على طول. معايا كوباية من المية الدافية، ضفت عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق كبار من السكر. معنى الخميرة تعمل فقاقيع، يعني معنى كده ان الخميرة نشطة. هضيف عليهم ربع كوباية من الزيت الا معلقة كبيرة. بعد كده هنضيف عليهم 4 كوبايات من الدقيق الابيض المنخول، وعليه ربع معلقة من الملح، وهنخلطهم كويس جدا مع بعض بالمعلقة. وبعد كده هبدأ ان انا اعجن بايدي. طبعا هنا العجينة محتاجة معايا مية، بس انا عايزة العجينة تعمل معايا عرق في الاول، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف لها المية بالتدريج. كده بعد ما اتكونت معايا عجينة، وطبعا العجينة هنا لسه قاسية، هجيب بقى كوباية من المية الدافية، وهبل ايدي كده وهعجن فيها لحد ما العجينة تطرى معايا. بجد العيش الكايزر بالطريقة دي وبالمقادير دي تحفة جدا جدا، واحلى بكتير من اللي بتشتريه من بره واطعم. تابعي بس معايا الفيديو الاخر، وان شاء الله هيطلع معاكي حلو جدا، احسن من ما بنشتريه من بره 100 مرة. اهو كده خلاص، بعد ما العجينة لمت معايا وما بقتش محتاجة لاي مية خالص، هفضل بقى اعجن فيها شوية. هنا دي اخد معايا كوباية وربع من المية. هفضل بقى اعجن فيها كده. اهم حاجة انك تفضلي تعجني فيها مدة ما تقلش عن ربع ساعة. وهنضيف بقى معلقة الزيت. خلي بالك انك بعد ما هتضيفي هنا معلقة الزيت العجينة هتقطع منك، ما تخافيش هترجع تلم معاكي تاني. هتعرفي بقى ازاي ان العجينة بقت تمام معاكي ومش محتاجة انك تفضلي تعجني فيها تاني. وانتي بتعجنيها كده زي ما انتي شايفة، بتفضلي تفردي وتلمي، تفردي وتلمي. لما تيجي تشدي العجينة هتلاقي العجينة خلاص ما بتقطعش منك، معنى كده ان العجينة اتعجنت تمام واتخدمت تمام كويس جدا، ومش محتاجة العجن تاني خالص. اهو كده خلاص، العجينة بعد ما لمت معايا وبقت عجينة طرية ومتماسكة وما بتلزقش في الايد، بس بتلزق تلزيق خفيف خالص. هجيب بقى بولة وهدهنها بدهنة خفيفة من الزيت، وهندهن برضو وش العجينة بالزيت، وهنغطيها بورق اللي هو بورق الاسترتش فيلم ده. وبعد كده هنغطيها فوطة مطبخ نضيفة، وهنسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها. ده شكل كده العجينة بعد ما اختمرت معايا وحجمها تضاعف ازاي، ما شاء الله، يعني حجمها زاد ازاي. طبعا مدة التخمير دي بتختلف حسب المكان وحسب الوقت اللي احنا فيه، سواء صيف او شتاء. هنا بليت ايدي بالزيت وهبطت العجينة. ليه بهبط العجينة هنا؟ عشان لما تيجي تشكلي العجينة وتخبزيها في الفرن ما تفرش منك، دي حاجة. تاني حاجة عشان العيش ما يكونش هش من جوه. و يعني لما تيجي تفتحي العيش كده هتلاقيه من العيش من جوه فاضي ما فيهوش لبابة. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نقطع العجين ونشكله. انا هنا هعمل وزن القطعة 60 جرام. حابة تعمليها اقل من كده براحتك، حابة تعمليها اكتر من كده براحتك، بس 60 جرام هو ده الوزن المناسب، وتقريبا نفس حجم العيش اللي بنشتريه من بره. لان لو عملتيها 35 جرام هتبقى يعني عارفة القطعة زي كده زي الليمونة. لو عملتيها طبعا ولو 50 جرام هتبقى قد البيضة. فهو انا شايفة ان انسب حاجة 60 جرام. عايزة تعمليها اكبر من كده 70 جرام تمام، زي ما انتي حابة، الحجم المناسب ليكي اعمليه. هعمل كل القطع كده بنفس الوزن، وهبدأ ان انا افرد كده كل قطعة وهلمها على شكل كورة.
طبعا اتبقى معايا قطعة كان وزنها 14 جرام. غطيته كده بقى بكيس تلاجة وسبته يرتاح لمدة 10 دقايق. هنرجع مش ما تحطوهوش على شكله ده في الصينية عشان تسويه، لا هتشكليه تاني من الاول، عشان زي ما قلتلك في الاول لو دخل على الشكل ده الفرن هيفرش منك وهيكون قلبه من جوه هش. هشكلها كده بالشكل ده. اهم حاجة انك تقفليها كويس عشان لما تخمر ما تفتحش منك في التخمير. طريقته سهلة جدا وبسيطة ومكوناته اقتصادية جدا جدا، بس اهم حاجة تمشي على الخطوات بتاعته بالظبط وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط وناجح 100%. طبعا هنا بدأت ان انا ارص بقى كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت، ممكن تسيبيها من غير اي مادة دهنية عادي مفيش اي مشكلة، مش هيلزق منك في الفرن ما تخافيش. بنفس العجينة دي ممكن تعملي منها تشكليها اللي هو العيش الفينو الطويل. ان شاء الله هعمله معاكم في فيديو تاني بإذن الله. دي بقى اخر قطعة كان وزنها 14 جرام. هنشكلها برضو اهو كده. بعد ما شكلته هغطيه بقى في فوطة مطبخ نظيفة وهسيبه لحد ما يتضاعف حجمه، يعني هسيبه يخمر للمرة التانية. احنا يعتبر في اول مرة لما سيبناه يريح 10 دقايق هو برضو اختمر، هنسيبه بقى يختمر مرة كمان. ومعايا هنا بخاخة فيها مية بمعلقة سكر، هبدأ بقى ان انا ارش العيش كده. هنا معلقة السكر بتدي العيش لون دهبي حلو في التسوية. وهرش على الوش سمسم او حبة البركة او تسيبيه سادة زي ما انتي حابة. طبعا في التوقيت ده بيكون الفرن شغال من قبلها ب10 دقايق. لازم المعجنات او المخبوزات تدخل فرن سخن جدا على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط. وده شكله كده بعد ما استوى. هغطيه بقى بكيس تلاجة وهغطيه برضو بفوطة المطبخ وهسيبه لحد ما يبرد خالص. اهو كده شكل العيش بعد ما برد. واول ما تلاقيه اخد اللون الذهبي الحلو كده من تحت وبدأ العيش يتحرك معاكي في الصينية، هتطفي بقى البوتاجاز وهتفتحي عليه الشواية وهتتابعيه عشان ما يتحرقش منك. شايفة ما شاء الله هش وطري جدا ازاي، بجد والله العظيم تحفة. جربيه وهيعجبك جدا جدا. تعالي كده نفتحه من جوه نشوف شكله من جوه عامل ازاي. هو ده شكله كده من جوه، ولا ضفنا له محسن خبز ولا ضفنا له اي حاجه من اللي بيضيفوها بره. اتمنى بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي